يا شيخ لو دخل المأموم خلف إمام يصلي العشاء وهو يصلي المغرب كمل السؤال. ماذا يفعل؟ هو يصلي 3 ركعات والإمام يصلي 4. طيب إذا دخل مع الإمام الذي يصلي العشاء وهو يريد صلاة المغرب، إن دخل معه في الثانية سلم معه لأنه صلى 3، وإن دخل معه في الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخل معه في الأولى فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة في صلاة العشاء يجلس هو ناويا الانفراد فيتشهد ويسلم، ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. هذا هو القول الراجح. ومن العلماء من قال يصلي المغرب أولا ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، لكن القول الأول أحسن لئلا ينفرد الإنسان عن الجماعة. لو قدم إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فلا يجوز، لأنه إذا فعل هذا فقد أخل بالترتيب، وهنا لا حاجة للإخلال بالترتيب، لأنه يستطيع أن يصلي المغرب ويفعل كما ذكرت لك.